واحنا بنصلي كتير مننا مش بيحس باي خشوع خالص في الصلاه. تفتكروا ايه السبب؟ عارفين ايه السبب؟ لان احنا بنتعامل مع الصلاه كانها عاده روتينيه مش مجرد عباده متجدده. اديك مثال بسيط قوي، ولنفترض انك بتكلم دلوقتي واحد صاحبك، شعورك وانت بتسجله رساله صوتيه زي شعورك وانت بتكلمه؟ اكيد طبعا لا، صح؟ فانت تتعامل مع الصلاه كان ربنا سامعك وبيرد عليك، مش مجرد ما انت حافظ شويه كلامه وبتسمعه. فانت هتعمل ده ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط، كل ما في الموضوع البطء، السر كله في البطء واستشعارك للايات اللي انت بتقولها. وانت دلوقتي داخل تصلي، اول حاجه انت بتقولها ايه؟ الله اكبر، يعني اكبر من كل حاجه تانية انت بتفكر فيها. طب هو ادام اكبر من كل حاجه، يبقى انت شاغل نفسك بشويه حاجات صغيره ليه؟ فخليك مع الكبير اللي بايده يغير لك كل حاجه. بعد ما تقول الله اكبر هتبتدي انك تقرا الفاتحه. رسول محمد صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا عز وجل قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل اثنى علي عبدي، فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما تجيش بقى تقرا الفاتحه وتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب ما كده ربنا يرد عليك ازاي؟ فتخيل انت بتتكلم مع حد كده، بالله عليك هيفهم انت بتقول ايه؟ اكيد طبعا لا، صح؟ فبعد ما قرات الفاتحه والسوره القصيره اللي بعد كده، خلي حركاتك بطيئه في كل ركن من اركان الصلاه، فده هيساعدك بقدر كبير جدا على الخشوع في الصلاه. انا عارف ان هيواجهك بعض المشاكل وبعض الصعوبات عشان انت بس في الاول، بس جرب كده تعمل كذا مره لحد ما تظبط معاك ان شاء الله، وتوصل الخشوع جزء من سلوكك، وده على فكره هينعكس على امورك في حياتك اليوميه، لانك هتحس براحه وسكينه بقيه اليوم بتاعك وكل حاجه فعلا انت بتعملها. اللهم ارزقنا يا رب الخشوع في الصلاه وثبتنا يا رب العالمين. انا حسن رضا، لو انت عايز تشوفني تاني اعمل لي لايك وفولو. مع السلامه.